صباح الخير عليكم. تعالوا النهارده هنشوف نتعلم ازاي نختار الاجهزه بتاعتنا وازاي نختار الديفريزر الصندوق او الديفريزر الادراج. اول حاجه احنا بنشوفها بنسال عليها اذا كان الديفريزر ده ادراج ولا نو فروست. يعني ايه ادراج ولا نو فروست او دي فروست؟ فنشوف الدي فروست والنو فروست. الدي فروست يعني اللي هو بيبقى بيعمل طبقه تلج خفيفه في الجناب كده. مثلا الديفريزر من جوه كده بيبقى فيه طبق التلج ده اسمه دي فروست، يعني ما فيهوش سخانات بتدوب التلج، لا هو احنا بندوب التلج بايدينا، يعني بنشيل الفيشه ونسيح التلج اللي موجود جواه. او هو بتبقى فيه مقشطه زي دي كده، بنفك الديفريزر بنسيبه نشيله من الكهرباء، وادي عندنا مقشطه بتاعه التلج دي بننزل بيها التلج اللي موجود من الجناب، بينزل على الفتحه اللي تحت دي. هنا اهي في طبه اهي بنفكها، فبالتالي بتنزل الميه او بنشيلها بالسفنجه ونصفيها من الديفريزر. ده كده اذا كان دي فروست. اما اذا كان نو فروست، وطبعا كل الديفريزر اللي موجود الصندوق كده في الشركات كلها اي حاجه صندوق بتبقى عاديه مش نو فروست. النو فروست بيبقى الادراج ده اللي بيبقى فيه منه الاثنين، بيبقى اذا كان نو فروست او دي فروست في الادراج، انما ده الصندوق بيبقى دي فروست كله. اول حاجه بنختارها برضو تاني عشان مساحه. شفنا الديفريزر الصندوق اللي هو الدي فروست، ده كده الديفريزر الادراج النو فروست. طبعا ده بيبقى فيه منه الدي فروست اللي هو بتكون تلج، ومنه النو فروست. ده بيبقى غالبا كل المقاسات بتبقى نو فروست. منه بتبقى فيه توشيبا، بيبقى فيه مايديا، فيه كريازي، فيه ميراكو، فيه اللي هو البيكو، فيه الالاسكا اللي بيبقى دي فروست، فيه منه تورنيدو. دي المقاسات اللي موجوده بالنسبه للدي النو فروست. طيب النو فروست بيبقى طبعا بيبقى ادراج كله غالبا زي ده كده، وبيبقى 5 ادراج او 6 ادراج. في منه الادراج الشفافه زي دي كده، او في منه الادراج البيضاء اللي تبقى الشكل زي ده كده. وده بالنسبه للماركات كريازي. انما الماركات التانية بتبقى كلها عباره عن رفين من فوق وادراج الباقي. تمام كده. كمان بختار بعد كده على الحاله الماديه بتاعتي. يعني انا الحاله الماديه بتاعتي ما اقدرش اجيب ديفريزر نو فروست، فلازم اضطر ان انا اجيب ديفريزر دي فروست اللي هو بيعمل طبقه تلج خفيفه، وكل فتره ان انا اقدر اشيل الفيشه واسيح التلج اللي موجود فيه. بعد كده كمان بشوف المساحه اللي عندي. يعني انا لو المساحه اللي عندي تقدر تاخد مساحه كبيره زي ده كده فيبقى كويس، خير وبركه. ما فيش يبقى هنرجع لحاجه تكون اقل شويه. ده اقل شويه في المساحه. فبناء على المساحه والسعر اقدر احدد الحجم اللي انا عايزه، واشوف الامكانيه اللي انا عايزها اذا كانت نو فروست او دي فروست. بعد كده في حاجه بتبقى مانيوال او ديجيتال. المانيوال اللي هو بيبقى فيه بكره زي ده كده وزرارين اللي هو بتاع التشغيل، والديجيتال اللي بيبقى فيه شاشه ديجيتال زي دي كده. وده الشكل بتاعه بيبقى من جوه برضه نفس النظام. ادي الشكل بيختلف بناء على المساحه. وادي شكل مانيوال تاني، ادي المساحات بتاعتهم من جوه زي بعض كلهم، بتختلف بس طبعا الكبير ده عشان مساحته كبيره فبيبقى 2 باسكت موجودين فيه. ده بيبقى مساحه اقل فبيبقى فيه باسكت واحد. بالنسبه لماركات كريازي. نيجي بعد كده نشوف في حاجه تانية اسمها فريش. ده فريش برضو، ادي الفريش اهو. الباسكت بتاعه مختلف شويه، وبرضه بيبقى دي فروست بيكون تلج. وده بيبقى برضه عباره عن بكره، التشغيل بتاعه مانيوال، استهلاك الكهرباء بتاعه 28 كيلو وات في الساعه. تعالوا نشوف الكريازي 217 لتر، 24.6 كيلو وات. تاني 27 ده 24. يبقى استهلاك الكهرباء هنا في الكريازي اقل. الضمان في الكريازي بيبقى 10 سنين، في الفريش بيبقى 7 سنين. دول كده الاشكال دي. هنشوف بعد كده في حاجه تانية اسمها الاسكا. بالنسبه للفريش بينزل منه اللون السيلفر واللون الابيض او اللون الرمادي. ده الالاسكا. ده حجم الالاسكا، ده 400 لتر. الكريازي فيه منه اللي هو 336 لتر، في منه 220 لتر، في 225 لتر. وده الفريش ده 334 لتر، يعني تقريبا قد ال 330 قد ال 330 بتاع الكريازي. يبقى دي عندك الكريازي 336
كريازي 220، كريازي 225 ديجيتال، فريش 336 لتر او 334 لتر، اقل من الكريازي 4 لتر تقريبا. الالاسكا 400 لتر، حجم الالاسكا اهو، ده 400 لتر. وفي احجام تانية بتبقى اكبر، الالاسكا بينزل منه لغايه 650 لتر، برضه بيبقى مانيوال. الالاسكا مش ديجيتال، هو الوحيد الكريازي اللي نازل ديجيتال. دول كده بالنسبه للموديلات. في موديل تاني كمان معانا في الفريش برضه هنشوفه، ده بيبقى عباره عن صاج داخله ستانلس، والتاني بيبقى المونيا داخله ستانلس، سواء كان الكريازي او الفريش. تعال نشوف الموديل التاني في الفريش اللي هو الالاسكا. ادي الاسكا برضو لون رمادي، 400 لتر برضو، بيختلف اللون بس. تاني لون ابيض. ده كده بالنسبه لاحجام الديب فريزر اللي احنا شفناها مع بعض، اللي هي دي فروست والنو فروست. لو في اي حد حابب يسال اي حاجه انا تحت امركم. في منتجات كتيره موجوده من رفايع المطبخ والمكانس، المكانس البرميل، المكانس اللي هي العاديه التقليديه، في غسالات الاطباق، في الميكروويف، في الافران، في الميني بار، كل الماركات موجوده. في المكوى برضو موجوده الستاند، وفي المكوى اللي هي العاديه، المكوى البخار، في فلاتر الميه، في برضو المراوح برضو متاحه موجوده معانا، اذا كانت مراوح عمود او مراوح حيطه موجوده او مروح سقف اللي هي بتبقى الكاريوكا، او المروحه اللي هي العاديه التقليديه. في كمان الغسالات موجوده في الجزء اللي تحت معانا، الغسالات الفتحه العلويه من فوق، وفي الغسالات الفتحه الاماميه، في البوتاجازات موجوده الفريش، في تكييفات، في كل المنتجات موجوده معانا. لو في اي حد محتاج يسال اي حاجه انا تحت امركم، اكتبوا لي في التعليقات محتاجين تسالوا على ايه او تعرفوا سعر ايه او تشوفوا ايه، انا تحت امركم معاكم في اي وقت مع ابو فارس الاجهزه الكهربائيه. شكرا ليكم، دمتم في رعايه الله. شكرا.